في سنة 2010 يوم الكريسماس في بريستول في زوجين كانوا ماشيين في ممر ريفي بيمشوا الكلب بتاعهم، وفجأة اكتشفوا حاجة مرعبة جدا. اكتشفوا بنوتة عندها 25 سنة اسمها جوانا ييست، اللي للأسف كان بقالها 8 أيام مختفية. لما لقوها لجوانا للأسف كانت جزئيا متغطية بالتلج، كمان كان في جزء من هدومها مقلوعة. ولما اتكملت التحقيقات في ايه اللي حصل لجوانا اكتشفوا ان عندها 43 إصابة، أغلبها موجودة في الراس وفي الرقبة. ولما طلع تقرير الطب الشرعي اكتشفوا سبب الوفاة بتاعها كان الخنق بالإيد. عمليات البحث اللي تمت علشان يلاقوا البنوتة دي قبلها ب8 أيام كانت كتيرة جدا على مدار البلد، لدرجة إن الناس كانوا عايزين يخلصوا الموضوع ده بسرعة ويلاقوها بسرعة، لأن ده كان الفيستيف سيزون أو الموسم بتاع الأعياد عندهم، الكريسماس نيو يير والكلام ده كله. فكانوا بيتأملوا إن هم لما يلاقوها هيلاقوها عايشة وتقول لهم إن هي إما ضاعت أو حصل حاجة زي كده. ولكن لما لقوها وكانت ميتة، الحاجة دي غيرت مجرى التحقيق كله كاملة، لأن الموضوع كله اتحول من مجرد بلاغ اختفاء لجريمة قتل. أهلها كانوا بيوصفوا وبيقولوا إن هو كان في فقاعة كده، كان في حاجة غريبة جدا لما اختفت، وكان عندهم أمل كبير جدا إن هم يلاقوها، ولكن دي ما كانتش عادة بنتهم. فلما جات لهم الأخبار الساعة 9 إلا ربع الصبح، يعني كانوا متأكدين إن دي مش أخبار كويسة، لأن اللي حصل بالتفصيل في اليوم ده حوالي الساعة 9 إلا ربع الصبح. مستر اند ميسيس بيتش كانوا ساعتها بياخدوا الكلب بتاعهم عشان يمشوه، عشان بعدها يروحوا العزايم بتاعتهم في اليوم ده في يوم الكريسماس. وهما ماشيين كان في جنبهم جوم التلج. كومة التلج دي يا جماعة كان جنبها سور، هم عدوا عليها كذا مرة عشان مستنيين الكلب بتاعهم يعمل بيبي وبعد كده يروحوا. عدوا عليها كذا مرة وحسوا إن في حاجة غريبة. في المرة الأخيرة اللي عدوا فيها لقوا إن في حتة من بنطلون جينز. ساعتها اكتشفوا ان دي اكيد لو بنطلون جينز بتاع حد والحد ده متغطي بالتلج، يبقى اكيد الحد ده مش عايش. الاهل ابتدوا يصفوا ويقولوا ان هما كان عندهم امل كبير جدا فيها. لما جم لاهل جوانا المكالمه دي هنا اطمنوا، لان هما خلاص عرفوا مصير بنتهم ايه. كانوا خايفين يعيشوا طول عمرهم على امل هي عايشه لا ميته حصل لها ايه. فلما جات لهم المكالمه خلاص ارتاحوا، عرفوا ان بنتهم مش موجوده خلاص. ولما بدات التحقيقات ابتدوا يحققوا ايه اللي حصل لها، وبعدها لقوا ان ما حصلهاش اي اعتداء جنسي خالص، مفيش حاجه منها مسروقه ومرميه في كومه التلج دي. فهنا التحقيق بقى عميق جدا عشان يشوفوا ايه اللي حصل لها وليه حصل لها كده بالظبط. والاهم من ده كله مين اللي عمل فيها كده. تنويها بس يا جماعه، لو سمعتوا اي صوت رياح، اي صوت حاجه بتقع، اي حاجه تقريبا القيامه قايمه بره، بس عشان لو حد وهو بيسمع الفيديو او بيشوف الفيديو ظهر صوت غريب او صوت حاجات بتقع، فاعرفوا انه ده ظروف الاحوال الجويه اللي موجوده عندي. وعلشان نعرف ايه القصة الكاملة اللي حصلت جوانا ييست لازم نرجع قبلها ب8 أيام بالظبط، يوم 17 ديسمبر سنة 2010. هي شابة عندها 25 سنة، مهندسة مناظر طبيعية موهوبة جدا من هامشير. نقلت من هامشير في الوقت ده عشان شغلها، بس كانت كل شوية بترجع وتزور أهلها بانتظام. وهي جزء من العيلة مقرب قوي ببعض وكلهم بيحبوا ومترابطين لبعض. مامتها لما كانت بتوصفها بتقول أنا عارفة إن كل الأمهات بتقول الكلام ده كله، ولكن أنا وبنتي كنا قريبين جدا من بعض. هي كانت صاحبتي اللي بستمتع بوقتي معاها، هي صاحبتي اللي كانت بتديني الانسبيريشن، كانت بتديني الإلهام، هي النسمة اللي كانت موجودة في حياتي. وفي العموم هي كانت بني آدمة مبسوطة جدا على طول، بني آدمة إيجابية جدا جدا. وفي الوقت ده جوانا وحبيبها جريج المهندس المعماري الشاطر الاتنين قرروا ان هم ينقلوا ويروحوا لبريستول. ساعتها نقلوا مع بعض لبدروم او الدور الارضي من العمارة اللي المفروض ان هم يسكنوا فيها في اكتوبر سنة 2010. الطريقة اللي هم اتقابلوا فيها، هم الاتنين اتقابلوا في نفس الشركة اللي كانوا بيشتغلوا فيها سنة 2008. ابتدوا ان هم يتعرفوا على بعض وابتدوا ان هم ينجذبوا ببعض اكتر. ولما نقلوا مع بعض في اكتوبر سنة 2010 كان باين عليهم جدا ان هم بيحبوا بعض قوي، كان باين عليهم ان هم في جذب كده وشد، والاتنين بيهتموا ببعض. وفي الوقت ده اللي ساكن فوقيهم صاحب العمارة كان مدرس انجليزي متقاعد كريستوفر جيفر، واللي ما اتجوزش خالص قبل كده وكان عايش لوحده، ما عندوش تلفزيون، وكان بيفضل يقضي وقته كله مع كتبه. ومعظم وقته كان بيقضيه وهو مهتم بالإدارة بتاعة العمارة بتاعته والشقق، ويشوف جيرانه محتاجين ايه او مش محتاجين ايه. بيحكي صاحب العمارة وبيقول ان هو وصلت بيه الحال انه يأجر الشقق دي لان هو محتاج دخل تقاعدي، لان هو الدخل بتاعه ما كانش كتير. فبيقول ان هو اول لما حط الاعلان
2 من المستأجرين المحتملين طلعوا جوانا وجريج، بيقولوا ان هو حبهم جدا وما كانش فيهم اي حاجه ما كانتش لطيفه. كانوا شباب ومتحمسين ومشتاقين جدا ان هم يأسسوا بيت مع بعض لاول مره، كانوا متحمسين جدا يجمعوا تفاصيله وحاجاته، وهم برضو كانوا شركاء جدا مع بعض وكانوا مع بعض في كل حاجه. فالسبب اللي بيقول ان هو اللي خلاه انه يأجر لهم المكان الطاقة بتاعتهم، حبهم لبعض. فبيقول انا حبيت ان انا اساعدهم، ان انا أجر لهم وهم كمان يبنوا اول بيت مع بعض سوا. بيحكي كمان كريستوفر جزء وجانب من شخصية جوانا، بيقول ان هي كان شكلها وطريقة كلامها شخصية مترددة جدا، شخصية اول لما تتكلم معاها عندها تردد كده، تدخلك عندها بيتها وتستقبلك ولا لأ. يعني هي مش النوع من الناس اللي اي حد تثق فيه واي حد بتدخله بيتها، خلوا بالكم من الموضوع ده. وكمان بيحكي ان كان عندهم جار ثالث بيختلف كل الاختلاف تام عن الاتنين دول. المستأجر الثالث كان اسمه فينسنت تابك، شاب عنده 32 سنة هولندي. في الوقت ده كان بيشق طريقه في الكارير بتاعه، وكريستوفر كان دايما بيقول ان هو كان بيديني انطباع انه شخص متحضر ومهذب جدا، كان يعتبر ان المستأجر المثالي من كل النواحي. وفي الوقت ده ال3 حيات دول، ال3 شقق دي هتتربط ببعض، واستحالة تسمع اسم واحد فيهم غير لما تجيب سيرة الاتنين التانيين. كريستوفر الأكاديمي اللي بيعشق الكتب وعايش عشانها، مهندسة المناظر الطبيعية اللي هتبتدي حياتها دلوقتي مع صاحبها، والشاب الهولندي المحترف اللي كان عايش حياته كلها على الإنترنت وكان عنده هوس شديد جدا يتفرج على الأفلام الإباحية، وده كان سر محدش يعرفه عنه تمام. بس هو بقى مين فينسنت تابك ده؟ لازم عشان نبدأ القصة دي كلها، لازم عشان نبدأ المعمعة دي نشوف حياته من أول ما اتولد. القصة كلها بتبدأ في 10 فبراير سنة 1978، وهنا اتولد فينسنت تابك. اتولد في مدينة فيكل في جنوب هولندا، وبعدها انتقل في مدينة أودن اللي قريبة من أيدنهوفن، وهو كان أصغر 5 أطفال، واللي تعتبر مدينة هادية جدا بتحتفل بالكرنفالات دايما في شهر فبراير، وكانت مدينة طبيعية وعادية ما نقدرش نقول عليها حاجة غير كده. عايزة أقول لكم هو أهله بالنسبة لزمايله كلهم أهله كبار في السن، فالنشأة والطبيعة اللي هو اتولد فيها كانت غريبة وغير أصحابه كلهم اللي أهلهم لسه شباب واللي أهلهم لسه صغيرين في السن. تربيته كانت منعزلة شوية، كان طفل عادي جدا، ما كانش عنده أي أصحاب كتير، كان دايما بيلعب لوحده، والجيران دايما كانوا بيفتكروه ولد لطيف جدا وهادي وعنده انطوائية شوية كده. كان دايما بيلاقوه قافل على نفسه، ما بيدخلش أي أطفال كتير جدا في حياته ولا حتى بيلعب معاهم، ولكن بغض النظر عن ده كله كان ذكي جدا. لو هنتكلم عن طفولته وايه نشأته، هنقول ان هو جاي من عيلة كويسة جدا، مفيش اي مشاكل، محدش من اهله كان بيعمل فيه اي حاجة او ان هو السبب في حاجة تحصل له، ولكن كان وحيد، كان دايما بيفضل العزلة، ومن هو سن صغير يا جماعة مهتم جدا بالافلام البلس 18. فالافلام دي هي جزء اساسي وجزء رئيسي من الحالة النفسية اللي هو وصل لها، جزء رئيسي من الحاجة اللي بتقول انه الشخص ده مش طبيعي، عنده توحد سيكا. ولما ابتدى ان هو يخش في فترة المراهقة ابتدى ان هو يبقى مدمن ادمان تام، بيتفرج عليها كتير جدا، ولكن ده كان سر محدش من اهله محدش من اللي حواليه يعرفوا عنه. فينسنت بقى طالب في ايدنهوفن في اواخر المراهقة بتاعته، وكان طالب شاطر جدا ومعروف بطريقته المنهجية والدقيقة جدا اللي بيحل بيها اي مشاكل، ومش سهل خالص ان انت تتفوق في جامعة زي دي. وجامعة ايدنهوفن كانت واحدة من الجامعات اللي فيها اذكى الناس في العالم، وفينسنت تابك كان واحد من الأذكياء دول. وفي سنة 1996 قرر إن هو وعنده 18 سنة يروح يدرس عمارة وهندسة تكنولوجية في جامعة أيدنهوفن للتكنولوجيا. هنا بقى يا جماعة في هولندا معروف الريد لايت اريا، وقلتها لكم في فيديو قبل كده، أي حاجة أي فيديو صورة مكتوب عليها ريد لايت، ريد ستريت، ريد، يعني دي معناها إنه الحاجة دي فيها حاجات بلس 18 للأسف، ومعروفة الحاجات دي في هولندا، ومعروف الشارع ده في هولندا، يعني الحاجات دي مقننه اصلا هناك. ولحسن حظه لفينسنت ان هو كان ساكن في الشارع اللي هو ريد لايت ده، فكان كل يوم بيتعرض للستات دي، كل يوم بيشوفهم، وبما انه هو في ثقافتهم كاجانب وهولنديين ما تعرضش لاي علاقه حميميه خالص او تعرض لاي علاقه لاي حد يتكلم يصاحب او كده، فده خلى عنده فضول، خلى عنده ان هو انا عايز اتعرف على الحاجه دي. دلوقتي نفكر ونقول طب ما هو كان في الجامعه، دلوقتي في الجامعه بتجبرك ان انت يبقى عندك صحاب او تتكلم مع الناس، لا، فينسنت كان مشغول جدا بالتخطيط المعماري التكنولوجي، يعني اغلب وقته هو قاعد على الكمبيوتر، فلما يبقى قاعد على الكمبيوتر مش عايز يتعامل مع اي حد، مش عايز حتى يكلم اي حد، وللاسف تفكيره كله كان غلط. وهنا ابتدى ان هو يبقى طالب شاطر جدا لدرجه ان هو اخذ الدكتوراه في سن صغير قوي، ده من كتر ذكائه وشطارته. وفي سنه 2007 جات له شغلانه كويسه جدا في منطقه باث في انجلترا،
وللأسف في 2008 حصلت له مأساة كبيرة جدا. في الوقت ده باباه مات. باباه كان مهندس برضه، ومن كتر ذكاء فينسنت أنا عايزة أقول لكم إن هو كان عارف يتصرف إزاي في المواقف دي، يتصرف إزاي في الحاجات الاجتماعية. ابتدى إن هو يقلد الناس في المواقف. يعني هو مثلا في الموقف ده مش حزين يعمل نفسه زعلان وبيعيط، في الموقف ده مش فرحان يعمل نفسه ان هو فرحان وبيضحك. وفي شهر نوفمبر سنة 2008 هنا ابتدى ان هو يتعرف على واحدة ويخرجوا سوا. اتعرف عليها يا جماعة مش في الحياة الاجتماعية اليومية، اتعرف عليها على موقع التعارف او الديتنج اب بتاع ذا جارديان. طبعا معروف جدا ومتوقع جدا من فينسنت لان هو شخص بيقضي حياته كلها على الكمبيوتر، حياته كلها على التكنولوجيا، فطبيعي ان هو يقابل مثلا حبيبته المستقبلية او مراته المستقبلية على الانترنت. ابتدوا ان هم يخرجوا سوا وتعرفوا على بعض، وابتدى ان هو بعد ال7 شهور ينقلوا مع بعض. على السطح كل حاجة كانت ماشية كويس جدا لفينسنت، لقى شغله محترم، كان في علاقة مستقرة، واستقر في مدينة جديدة، وكان عايش في حتة حلوة جدا في المدينة. عايش كمان حياة اجتماعية كويسة المفروض، وكان بيغير وقته وبيسافر كتير جدا. وانا عايزة اقول لكم ان تابك كان بيطلع شخصيات مختلفة للناس المختلفة. دقيقة كده تلاقيه غريب وبيفضل شاشة الكمبيوتر كصاحب ليه، دقيقة تانية تلاقيه قاعد مع الناس بيضحك وعنده اجتماعية. عيلته دايما في بلده بيوصفوه ان هو خجول راسي وهادي، في حين زمايله في الشغل بيقولوا ان هو منطلق جدا واجتماعي قوي. بس المهندس اللي عنده 31 سنة ده كان مخبي اكبر حاجة شريرة في العالم، لانه دايما في شغله كان بيسافر لامريكا. لما كان بيسافر لامريكا كان بيدور دايما على البنات علشان يعمل معاهم حاجات بلصقتين، كان بيدور على بنات مرافقة او بمعنى اصح اسكورت علشان يقعد معاهم قدام الناس كلها يبان ان هو مسافر عشان يشتغل، ولكن هو يا جماعه مسافر عشان يقضي شهواته. وفي الوقت ده قابل واحده في فندق في سان فرانسيسكو ودفع لها $200 وقضى معاها اليوم. هو كان راجل يعني نوعيه الافلام اللي هو كان بيتفرج عليها الافلام اللي فيها اهانه للست، ضرب، تعذيب شويه، كان حاجات فعلا مقززه. وفي بعض من الافلام دي يا جماعه كان فيها اطفال. فتخيلوا هو كبران على ايه، وبيشوف ان دي حاجه كويسه جدا لشخصيته، وده كان عامل جدا لتكوين شخصيته. فاكر نفسه مهم، والناس والستات اللي موجوده في العالم كلها موجوده لخدمته. يعني الراجل اللي قدامنا ده راجل متخفي في السطح، بيروح بريستول يركب القطر يروح لحبيبته، علاقه مستقره، ولكن السر بقى المتخفي بتاعه على النت ورا شاشه الكمبيوتر بتاعته. ولكن للاسف فينسنت تابك على وشك انه يخرج العفريت المستخبي جواه، وكل العالم وكل الناس مش هتصدق وهتفضل معاه لحد آخر لحظة. بعد 5 أسابيع من سفر تابك في 11 ديسمبر سنة 2010، في الشكل الظاهري مفيش أي حاجة اتغيرت خالص ولا الشعر حتى فيه، ولكن من كتر ما هو بيتفرج عامل زي البركان، كل شوية بيزيد يزيد يزيد لحد ما هينفجر. عايزة أقول لكم إن علاقته بفينسنت لجوانا وصاحبها كانت علاقة سطحية لا تذكر حتى، مفيش أي تعامل ما بينهم خالص. ولكن للأسف فينسنت تابك كان عنده انبهار شديد جدا بجوانا، في الطلعة وفي النزلة وهي رايحة الشغل وهي جاية كان بيتفرج عليها، كان بيراقبها، كان بيحس إن هي فيها نفس المواصفات للأشخاص اللي هو بيتفرج عليهم على الإنترنت. فهنا كان عايز يعمل فيها بالظبط نفس اللي كان بيتفرج عليه في المواقع بتاعته. وللأسف جوانا عشان مشغولة بشغلها، مشغولة بحياتها مع خطيبها اللي هتبني معاه حياة جديدة، ما كانتش واخده خالص بالها منه. ودلوقتي وصلنا الليله دي 17 ديسمبر سنه 2010. بالنهار ده وقت حفله الكريسماس في المكتب، جوانا كانت بتبوس حبها جريك وبتودعه لان هو كان مسافر تشيفيلد عشان يزور عيلته. وفي الوقت ده جوانا كانت عمال بتكلم في صاحبتها وبتقول لها انها متوتره جدا انها تقضي اليوم ده او تقضي الفتره دي من غير حبيبها يكون موجود معاها. وقالت ان هي عشان تهدي من نفسها وتهدي من التوتر اللي هي موجوده فيه ده، هتقرر انها تخبز اي حاجه علشان تجهز البيت للكريسماس اللي هتقضيه لما خطيبها. في نفس الوقت ده بالصدفه صاحبته الفينسنت قالت له ان هي هتقضي حفله في المكتب في الشغل بتاعها وهتخلص متاخر قوي اليوم التاني. وهنا برضو فينسنت كان بيودع حبيبته لانها تروح الحفله، وبكده فينسنت هيبقى لوحده في البيت وكمان جوانا هتبقى لوحدها في البيت. فحوالي الساعة 6 بالليل قررت انها تروح وتسهر مع اصحابها في بار عشان يقضوا حفلة في الوقت ده. ابتدى هو اصحابها يشربوا، وكلمت كمان خطيبها قالت له ان هي موجودة مع اصحابها في البار ده، طبعا عشان تبعد نفسها عن الهموم والتفكير وكل ده، لان كل الناس كانوا بيحبوها، كل الناس كانوا عايزينها، لان هي روح الحفلة، روح المكان كله. ولكن بعد ساعتين قررت انها تخلص وتاخد بعضها وتروح البيت. في الوقت ده فينسنت كان قاعد في الشقه بتاعته عمال بيشرب بيره وكمان بياكل بيتزا، وكان قاعد ماسك موبايله وعمال بيبعت لصاحبته قد ايه ان هي وحشته قوي، قد ايه ان هو مش قادر يقضي الليله من غيرها، وان هو
نفسه يروح ويشوفها، وهو كان متفق معاها انه لما تخلص هيروح ياخدها. بحلول الساعة 8:10 بالليل جوانا كلمت صاحبتها وقالت لها قد ايه ان هي دخلت 3 سوبر ماركت وما لقيتش فيهم اي اكل، ولكن اشترت منهم 3 ازايز بيرة. ابتدت انها تروح كذا سوبر ماركت، وفي الاخر بعد 20 دقيقة الساعة 9 الا تلت راحت تسكو، وهنا ابتدت بالصدفة انها تشتري كمان بيتزا عشان تاكلها. وبحلول الساعة 8:45 للساعة 58 دقيقة جوانا كانت في بيتها، والكاميرات صورتها في الوقت ده كانت على بعد 600 يارد من بيتها. قابلت السيس كان بيمشي الكلب بتاعه، ابتدت تتكلم معاه عن الجو وقد ايه ان الوقت ده فيه حاجات مباركه ليهم، وان هي لوحدها ودلوقتي المفروض خطيبها يجي. ابتدى ان هو يدعي لها القسيس ولا تاخد بالها من نفسها، وهنا الكاميرا جابتها وهي مروحه بيتها لوحدها. في الوقت ده قرر فينسنت ان هو يروح محل اسمه أزدا ويروح يشتري منه حاجات تافهه جدا. المحققين اصلا لما كانوا بيحققوا في الوقت ده بيقولوا دي حاجه غريبه جدا، لان هو في المنطقه اللي هو ساكن فيها عنده سوبر ماركتات كتيرة جدا ما بينهم تسكو. ليه سوق مسافة كبيرة قوي في الوقت ده يكلم صاحبته ويبعت لها مسج يشوف ايميلاته ويشتري حاجات تافهة ممكن يشتريها من السوبر ماركت جنبه. بعد ما خلص روح البيت وابتدى ان هو يفتح الايميلات بتاعته تاني ويتفرج على فيلم بلس 18. على حوالي الساعة 9 او من 9 ل5 قرر فينسنت تابك اللي هو يخبط عليها لجوانا ويقول لها ليلة سعيدة ويتعرف عليها ويتكلم معاها اكتر. هنا جوانا فتحت له بمحض ارادتها لان هي دايما بتشوفه ده جارها مش هيعمل فيها حاجه. وفي الوقت اللي هي فتحت بيه ابتدى فينسنت بقى ان يشوف ان دي انفايت لي دعوه، لان هي فتحت لي، هي ابتسمت لي لما فتحت الباب. المفروض ان هي يعني انسانه محترمه، طبيعي اول ما هتشوف وشه لجارها اللي كل يوم هتشوفه ما تكشرش في وشه، ولكن هو خدها دعوه ليه بقى ان هو يخش. فتحت له الباب ودعته وقالت له تعالى طيب كل سنه وانت طيب. قال لها ان هو خطيبته مش موجوده وان هو سهران لوحده، وابتدى يقول لها ايه رايك نشرب عصير او سايدر مع بعض. هنا ابتدت انها تفتح ازازتين عشان يقعدوا مع بعض وتتكلم معاه على العماره والحياه الطبيعيه، ولكن فينسنت عشان شخص مريض خدها دعوه ليه ان هو يعمل اي حاجه هو عايزها. طبعا لما اخدت الدعوه دي منها ابتدى ان هو فاكر ان هي اللي كانت بتعكسه، هي فتحت لي الباب علشان عايزاني اعمل فيها كده، هي اللي عملت كده في نفسها، كانت على نفسها براكش الكلب. المهم بقى فانا هعمل فيها اللي عايز. فقرر ان هو يتهجم عليها. وفي الوقت ده الساعه 9 الا 10 في كابل كان عندهم حفله قريب في نفس العمر، سمعوا صريخ مرتين لوحده. طبعا في وقتها بعد ما اكتشفوا وحلوا الجريمه عرفوا ان هي كانت تصويت عجول. طبعا في الوقت ده حصل ان هو ابتدى بما ان هي ابتدت ترفضه اتخنق وتعصب، انت بترفضيني بعد ما دخلتيني وعزمتيني عندك جوه البيت. طبعا ده يا جماعه يعلمنا جدا انه حتى لو مين انت عارفه ما تدخلوش بيتك، ما تعزمش اي حد انت مش واثق فيه. المهم ابتدى ان هو يتعصب وخنقها، وابتدى ان هو يخنق فيها لمده 20 او 25 ثانيه متواصل. بعدها قرر ان هو يسيبها. الحاله اللي هي فيها دي بنوته لسه راجعه من حفله شافت جارها وده كله المفروض انها مبسوطه. اليوم فقط اللي خطيبها سابها فيه كان يوم المشؤوم بالنسبه لها، وطبعا ده نصيبها. راحت على ايد واحد وحيد كده ما عندوش اي حاجه، مستخبي في القناع بتاعه، مستخبي في القناع بتاع هايد ورا دكتور جيكل، وبضربه واحده منه بايده قرر ان هو ينهي حياه انسانه لسه بتبتديها. طبعا بعد ما عمل كده فيها قرر ان هو يبعت رساله لصاحبته وابتدى بقى يغطي الجريمه بتاعته. عايزه اقول لكم انه هي حصل لها لجوانا اكتر من 43 إصابة في رقبتها وراسها واسمها من فوق. ابتدى بقى بسرعة ان هو ينظف المكان وشالها وحطها في العربية الرينو ميجان بتاعته. ابتدى بقى ان هو يفكر بما ان هو انسان ذكي يخلق بقى حجة الغياب بتاعته الاليباي. راح سوبر ماركت أزدا، وهنا يا جماعة في الوقت اللي راح واشترى حاجات متخلفة وتافهة جدا. اول حاجة هو عارف الكاميرات فين، فابتدى ان هو يلف في السوبر ماركت من غير ما يشتري اي حاجة وطلع. بعدها دخل تاني اشترى شيبسي وكولا وملح صخري، وبعد كده طلع تاني. ده كله وجوانا موجودة في العربية عنده. وطبعا بقى بكل برود على الساعة 10:30 قرر ان هو يكمل حجة الغياب بتاعته وبعت لصاحبته. ابتدى ان هو يكلمها ويقول لها قد ايه ان هو زهقان، قد ايه ان هو محتاج ومشتاق ان هو يشوفها، وان هو البوي فريند الجميل اللي مشتاق لصاحبته ومحتاج يشوفها. وبعدها قرر ان هو يسوق على بعد 3 ميل ويشوف حيطة صخرية ويحاول ان هو يشيل جوانا ويرميها. حاول ان هو يشيلها ولكن كانت تقيلة عليه شوية. طبعا هنا قرر ان هو يحطها بقى جنب السور ده ويخبيها بورق شجر ويسوق تاني 3 ميل ويرجع بيته. اول لما رجع البيت بقى في الوقت ده يبين لك قد ايه هو شخص قذر. ابتدى ان هو يعمل حاجتين، يفتح يتفرج على افلام هي كتيرة قوي بنفس الحاجة اللي عملها في جوانا. تاني حاجة ابتدى ان هو يدور ايه العواقب القانونية للقتل العمد قصاد القتل الخطأ،
علشان يشوف ويأمن مستقبله. لو اتقبض عليه هيتكلم بإيه ويقول إيه وإزاي يطلع نفسه زي الشعرة من العجين. في البحث اللي عمله على الإنترنت البوليس شاف إن هو كان بيدور أنهي العقوبة بتاعته أشد وإيه الفرق ما بينهم وإيه درجات الحرارة ومعدل التحلل بتاع البني آدمين. باختصار بقى يا جماعة عمل كل حاجة يخليه إن هو يهرب، إن هو كان عارف احتمال كبير جدا إن هو يتقبض عليه. وعلى الساعة 1:30 ابتدى بقى هو يلعب الدور المثالي بتاعه، الحبيب المثالي. راح أخذ صاحبته جابوا تيك أوي عشان ياكلوا وابتدوا إن هو يقضوا ليلة مع بعض. واللي ما تعرفوش إن هو قبلها بكام ساعة لسه مخلص على جارتهم اللي جنبهم. طبعا حبيب جوانا جريج ابتدى ان هو الساعة 10:30 يكلمها، رجعت كويس، اتبسطت في الحفلة دي، اكلت ايه او شربت ايه ويطمن عليها، ولكن ما بتردش. حاول يسيب لها كده رسالة ما بتردش، يرن عليها كتير قوي ما بتردش. وفي الوقت ده هو كان مع عيلته ولكن بيحاول يطمن عليها. عدى بقى الويكند كله وهي ما رضتش عليه. كمان قرر ان هو يتكلم ابوها وامها يقول لهم هل هي موجودة معاكم لانها مش بترد عليا. ولكن طبعا جاله الرد ان هي خالص ما كلمتش اهلها ولا حتى سابت البيت. حاول كمان ان هو يكلمها على التليفون الارضي بتاع البيت وما ردتش. طبعا قلق كبير جدا وقرر ان هو يرجع. اول لما رجع لقى ان البيت فاضي. لما جريج راح الشقه يوم الاحد لقاها لما فاضيه ابتدى ان هو بقى يكلمها تاني، لقى ان التليفون اللي بيرن عليه تليفون جوانا موجود في البيت. ولما دور اكتر لقى محفظتها، موبايلها، كل حاجه حتى شنطتها موجوده. ده معناه في حاجه غريبه حصلت. طبعا اهل جوانا لما هو كلمهم جريج حسوا ان في حاجه غريبه. يوم الاحد يوم الاثنين برضو صحيوا ولقوا ان في اكتر من كذا مسج منه لجريج، فقرروا ان هم يسوقوا ويروحوا المكان اللي هم قاعدين فيه عشان يشوفوا ايه اللي حصل لبنوتتهم. طبعا قالوا له جريج بسرعه يكلم الشرطه لان هي دلوقتي بنوتتهم اختفت في ظروف غامضه جدا. لما راحت بقى تريزا ام جوانا لقيت ان في حاجه غريبه، في ريسيت او في ايصال لبيتزا ومشروب معاه. طبعا دوروا في البيت كله ما لقوش البيتزا دي، فقرروا ان هم ياخدوا بعضهم ويدوروا في المنطقه كلها على اي ايصال لبيتزا او حتى الهدوم بتاعت جوانا. كمان وصل بيها الحال انها تخبط على كل العربيات والشنطه بتاعت العربيات عشان لو بنتها مخطوفه او بنتها متاخده في حته زي دي، لان درجات الحراره كانت قليله قوي تحت الصفر بكتير. ولو هي بنتها كانت موجوده في عربيه من العربيات دي فيعني احتمال انها تبقى راحت حاجه كبيره جدا. طبعا اهل جوانا ابتدوا ان هم يشوفوا في اثار نجيله قدام البلكونه او قدام مدخل البيت او الشقه بتاعت جوانا. طبعا لما كلموا فينسنت الجار لقوا ان هو صاحبته ان هم كانوا بيتمشوا بالليل وابتدوا ان هم يروحوا المكان ده، وقال ان هو مفيش اي حاجه وما شافش اي حاجه في اليوم ده. طبعا البوليس لاحظ ان في حاجات كتيره غريبه، فابتدوا بسرعه ان هم يحققوا وكمان يعملوا مقال صحفي علشان يدوروا على جوانا. لانه يا جماعه ما كانش عندها اي تاريخ مرضي، ما كانش عندها اي تاريخ اكتئاب، ما كانتش بتاخد اي ادويه، ما كانش عندها حتى مواعيد مع دكاتره نفسي. دي الحاجات اللي بيدوروا عليها لاي شخص علشان يشوفوا هل هو اختفى بارادته او حصلت حاجه تانية ليه. في الوقت ده الشرطه كانت محتاجه مساعده. مين بقى الشخص اللي ساكن في العماره دي؟ ايوه يا جماعه، صاحب العماره كريس، المدرس اللي عايش لوحده ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيقرا الكتب. ابتدى ان هو يبقى على تواصل كبير جدا مع الشرطه لان هو بيحاول ان هو يساعدهم. وهنا الشرطه اهتمت بيه لان هو لما قالوا له انت كنت فين في اليوم ده قال لهم ان هو كان في البيت وما طلعش من البيت، وده ما فيش اي حاجه تثبت للشرطه هل هو طلع او لا. فهنا ابتدى ان هو يبقى التمركز الرئيسي للبوليس ويركزوا عليه. هنا اهل جوانا ابتدوا ان هم يروحوا ويزوروا فينسنت وحبيبته، ابتدوا ان هم يتكلموا معاهم وهل انتوا شفتوا حاجه ولا لا. ولاحظوا حاجه هم والبوليس، ان حبيبته عندها القابليه انها تساعد، عندها القابليه بتسال وتشوف، ولكن فينسنت لا، ابتدى ان هو يتراجع لورا ومش عايز حتى يتكلم ولا يشوف اي تفاصيل. وعايزه اقول لكم ان هو كان متلاعب بطريقه كبيره جدا لدرجه ان هو ابتدى ان هو يحكي لكل الناس وجيرانه وكل اللي حواليه ان هو تمركز كل الاخبار، كل حاجه في العماره بتحصل عنده هو، وان هو ما كانش ليه اي علاقه خالص بجوانا ولا خطيبها، وكمان ما يعرفش عنها اي حاجه. كمان في مره من المرات في حفله العشاء كان معاهم شويه بنات، ابتدوا ان هم يقولوا قد ايه ان هم خايفين لانه اللي حصل لجوانا ده انتشر بسرعه في البلد. فقرر فينسنت اللي هو الراجل الكيوت الامور جدا يوصلهم في البيت في الضلمه عشان ما يمشوش لوحدهم. قد ايه هو راجل جميل، وده بيبين لنا شخصيته قد ايه ان هو بيقدر يتلاعب عن الناس وان هو شخص كويس. فكل الناس وحتى البوليس الشك عندهم خلاص في المدرس الجار صاحب العماره مش فينسنت وحبيبته.
هو في الوقت ده رجع شغل يوم الاثنين، فقرر بقى ان هو يروح يسافر لكامبريدج مع صاحبته تانية عشان يقضوا فترة اعياد، بعدها يسافر تاني لهولندا عشان يروح يزور اهله واصحابه. اول ما ساب منطقة بريستول سابها يوم 23 ديسمبر لكامبريدج، وبعدها اليوم 28 ديسمبر راح لهولندا. وهنا فاتت 8 ايام لاخر مرة اي حد يشوف فيها جوانا. وهنا بقى بنرجع بعد 8 ايام للراجل والست اللي كانوا ماشيين بالكلب بتاعهم ولقوا في جوانا. طبعا بقى بعد ما حققوا اكتشفوا ان جوانا ماتت جوه بيتها، ولقوا ان مفيش اي شباك مكسور، الباب حتى مفيش اي حاجه غريبه، فقط ان في ازازتين عصير موجودين مفتوحين. ده معناه ان اللي عمل فيها كده الشخص هي عارفاه او شخص هو مألوف بالنسبه لها. وهنا ابتدت اكبر عمليه تدوير في تاريخ بريستون. يا جماعه دوروا في اكبر من 100 طن زباله على اي بيتزا تشابه البيتزا اللي هي اشتريتها او حتى هدوم. كمان دوروا في اكتر من 100 ساعه علشان يشوفوا هل هي راحت فين وجات منين. كمان الصحافة عرضت 50,000 جنيه استرليني لأي حد يقول أي معلومات عنها. هنا جريك ابتدى ان هو يقول كريس الوحيد اللي كان عارف وقال له انه جوانا هتقعد لوحدها في اليوم ده، لان هو قبله وهو مسافر. بيقول كمان ان هو كان معاه مفتاح البيت، لان لو في حصل اي حاجه تسريب غاز او كده هو الوحيد اللي معاه مفتاح البيوت بتاعت الشقه كلها. لما جات له حتى الصحافه لكريس ابتدى ان هو ما يزودش اي حاجه في اقواله. يا جماعه انا كنت قاعد لوحدي، انا ما شفتهاش وانا ما اعرفش ايه اللي حصل لها. ده ابتدى ان هو يؤدي شك للبوليس ان هو جوانا عارفه صاحب البيت، هو ممكن يكون دخل عليها مثلا وهي قاعدة أو حتى هي اللي فتحت له. ففجأة في يوم من الأيام وهو قاعد جه عليه ضباطين طوال جدا ووروا له الإشارات بتاعتهم وقالوا له هو مقبوض عليه بتهمة الشك في قتل جوان. ابتدى يا جماعة يبقى في محاكمة إعلامية. تخيلوا الناس الصحافة ابتدوا يقولوا هو ده اللي عمل فيها كده، هو ده الشخص ده بشع، هو ده، وصورته ويحطوا. بيقول إن هو أبشع حاجة إن أنت تبقى عارف إن أنت بريء وكل الناس بتقول ازاي ان انت شخص وحش، دمرت سمعته، حتى صورته دوليا بقت موجوده. انتوا متخيلين؟ فينسنت بقى وهو في هولندا وهو بيشوف الاخبار انه اتقبض على كريس، قرر ان هو بقى عمال بياكل في نفسه مش قادر يسكت. فقرر ان هو يكلم البوليس وقال لهم يا جماعه انا افتكرت دلوقتي، انا شفت العربيه بتاعت كريس في اليوم ده مقلوبه الناحيه التانيه. يعني ايه مقلوبه الناحيه التانيه؟ يعني غيرت طريقها. ده معناه ان هو خرج من البيت ورجع، عكس الكلام ان هو بيقوله ان هو كان قاعد طول الليل في البيت. طبعا كلموا كمان هو وصاحبته تانية البوليس مرة تانية عشان يقولوا لهم نفس التفاصيل دي. ابتدوا يكلموا كذا مكالمة. فهنا بقى المحققين ابتدوا ان هم يشوفوا ان فيه اهتمام، فقرروا يجمعوا مجموعة من المحققين يسافروا لهولندا عشان ياخدوا الاقوال دي بطريقة رسمية. واللي ما كانش يعرفوا كريس في الوقت ده ان هو قضى 4 ايام 3 ليالي في السجن مع ظروف السجن، وبيحققوا معاه تحقيق كبير جدا وهو راجل بريء ما غيرش اقواله. مفيش اي حاجه تثبت ان هو عمل كده فيها جوانا. حتى لما اخدوا منه تحليل دي ان ايه، الدي ان ايه اللي موجود على جوانا ساعتها ما طبقش معاه لكريس. طبعا اصحابه قرروا ان هم يدعموه ويجمعوا فلوس عشان يطلعوه. طبعا البوليس طلعوا براءه لانه مفيش اي حاجه تثبت الموضوع ده. هنا بقى نيجي للبوليس وهو بياخد اقوال فينسنت في هولندا. فينسنت بقى ما كانش متوقع ان الموضوع يكبر كده والناس تيجي له، فابتدى ان هو بيتكلم معاهم. المحققه كانت عارفه وشاكه في اقواله، انت ازاي افتكرت الموضوع ده كله دلوقتي؟ ابتدت انها تقول له ممكن اخد منك تحليل دي ان ايه. طبعا هو كان مرتبك كده شويه ولكن اداهولهم طوعيه، لان هو التردد بتاعه في الكلام وحاجه غريبه ولغه الجسد بتاعته غريبه. احكي لكم بقى ايه اللي حصل. لانه في ليله راس السنه كارين توماس المحققه لما راحت وهي بتتكلم معاه ابتدى يغير اقواله كذا مره. قال لها انت عارفه بصراحه انا ما خرجتش مره واحده بس عشان اجيب صاحبتي، لا ده انا خرجت مرتين. هنا كذب. وكمان هو بيتكلم بيقول لها الصراحه انا خرجت وانا بتفرج على التلج وبصور التلج لان انا لما شفته كنت متحمس، وكمان رحت ازدا. كمان ممكن في مره من المرات ابقى دخلت بالصدفه لشقتها لجوانا. ده كده غير مسار ونظره البوليس كلها لفينس. ولما ودوا التحليل من هولندا لباث اكتشفوا ان التحليل مطابق للدي ان ايه اللي كان موجود، للعاب اللي موجود على جسم جوانا. وفي اواخر يناير اتقبض عليه. طبعا هنا كريس بقى صاحب الشقة وصاحب العمارة لقى ان هو في حاجة غريبة. ليه قبضوا عليه؟ استحالة يكون هو فينسنت يطلع منه كده. حتى اهل صاحبته وصاحبته وجيرانه وكل الناس استحالة، وابتدوا ان هو يقفوا معاه ويجمعوا له فلوس عشان يطلعوه من السجن، لان هو استحالة يطلع منه كده. كريس كمان قال ممكن يكونوا قبضوا عليه غلط زي ما قبضوا عليا وهيوجهوا له اتهامات غلط، لان البوليس كده ما بيشتغلش شغل كويس، لان هو يا جماعة راجل كان مظلوم. ابتدى كمان الموضوع كله يبقى كبير في هولندا. القضية وصلت، تخيلوا يا جماعة، لهولندا.
ابتدوا يعملوا منتديات عشان يقولوا قد ايه ان هو البوليس لما قبض على كريس كان هو بريء، ممكن يكون لما قبض على فينسنت هو كمان بريء، وعايزين يبعدوا كل الناس والصحافة عن بيوتهم في هولندا، لأنه لأول مرة في التاريخ الصحافة البريطانية كلها تسافر علشان تشوف تاريخه لفينسنت وحياته وبيوته وكل اللي حواليه. طبعا هنا لقوا الفيديوهات وهو ماشي ودخل أسدا ومشتراش حاجة، بعدها دخل تاني اشترى حاجات وحسوا ان في حاجه غريبه، واتاكدوا ان هو كده كان بيعمل حجه غياب. بعد ما اتقبضوا عليه عملوا بحث مكثف جدا لكل الحاجات وكل المواقع اللي كان يخش عليها فينسنت. لقوا ان في واحد من الموقع، واحد من الافلام لبنوته شقره يعني شكلها بالظبط وهو في الفيلم وهي بتمثل في الفيلم ده نفس الحال اللي لقوا فيه جوانا، كان في جزء من التيشيرت مرفوع وباين منها جزء من جسمها. حاجه تانية غير نتائج البحث، الحاجات بلس 18 اللي هم شافوها، لقوا ان هو كمان معاه خريطه للمكان اللي وقعت فيه جوانا، وكمان كان متابع الاخبار كويس قوي لكل حاجه وكل الخرايط وكل الناس اللي بيقولوه عن المكان اللي لقوه فيه جوانا. كمان عملوا تحقيق دقيق جدا في العربيه بتاعته، ولقوا يا جماعه نقط دم صغيره جدا ميكروسكوبيه، لما حللوها اكتشفوا ان هي الدم بتاع جوانا. وكل ما يكلموه يقول لهم نو كومنت نو كومنت، مش عايز يتكلم ولا عايز يقول اي حاجه. وفي يوم 20 يناير سنه 2011 هنا معاهم كل الادله اللي اتاكد للناس كلها ان هو عمل فيها كده لجوانا، ولكن برضو كل الناس حبيبته واهلها وكله ما كانش مصدق ان هو عامل كده. هو بالنسبه لهم الجنتل جاينت، او عامل زي تيدي بير كده، عامل زي الدبدوب، استحاله يطلع منه حاجه زي كده. والمحاكمه بدات في 4 اكتوبر سنه 2001. اتكلموا قد ايه في المحاكمه ان فينسنت قال للمحكمه انه دخل جوه شقه جوانا بعد ما شافها في الشباك. اتكلموا عن الشركاء والصفر وان هم قد ايه زهقانين، وقال ان جوانا حاولت ان هي اللي تتقرب منه، وابتدى لما حاول يقرب منها انها تصرخ. هنا قال مش انت اللي قلتي لي، مش انت اللي اديتيني الدعوه، فعشان يسكتها ابتدى ان هو يخنقها. لما سالوه ايه اللي خلاك ان هو تتاكد ان هي دعتك للشقه، قال لهم يا جماعه وهي بتبص على الشباك ابتدت انها تبايباي لي، فلما مثل قدام الناس ازاي بايبايت له، استحاله اي شخص طبيعي مش مريض يقول ان دي واحده بتدعوه ان هو يجي عندها البيت، كانه حد شاف حد يعرفه وبايباي له سلام مثلا من الشباك. قال لهم كمان اللي هو جاله حاله ذعر كده لان هو ما كانش قاصد انه يعمل فيها كده. ابتدوا يقولوا له طب ايه اللي حصل؟ هو يا جماعه الفرق ما بينه وبينها 50 سم، انتوا متخيلين؟ فمش طبيعي ان واحد بجسمه وضخامته، معروف يا جماعه الهولنديين يعني جسمهم شويه كده جدا كبار، لانه مش طبيعي ان هو حط ايديه على رقبتها بالغلط 20 ثانيه وموتها. ازاي يعني بالصدفه 20 ثانيه؟ اي عقل او اي بني ادم حتى يصدق حاجه زي. لما ابتدوا ان هو يتكلموا معاه اكتر قالوا له ازاي فقط 20 ثانيه بقوه ايده دي؟ الانسان بيتخنق يا جماعه، يعني انت عندك فتره كمان في 43 كدمه وضربه في راسها وصدرها، يعني انت كان عندك الوقت والفرصه ان انت تتراجع عن اللي انت بتعمله. كان بيكذب خالص، وابتدى ان هو يعيط في المحاكمه ويقول لهم يا جماعه ده غير عمد، ده غير عمد. وطبعا دليل تاني، دليل اللي هو ابتدى ان هو يدور، وكان مدور على الانترنت هيستوري بتاعه في اللابتوب ان هو قد ايه هياخد حكم وقد ايه الحكم بتاعه وانهي الاخف في الحكمين، وابتدى ان هو يبقى عنده مثقف وعنده معرفه كامله وهو هيقول ايه في المحاكمه. وفي 28 اكتوبر سنه 2011 بعد 4 ايام هيئه المحلفين رفضت الكلام بتاعه ان هو غير مذنب، واتحكم عليه بالحكم المؤبد مع اقل مده 20 سنه، واخد بالحكم بالقتل العمد مش القتل الخطا زي ما هو كان متخيل. وفي شهر مارس سنه 2015 اتوجهت له تهم ان هو معاه اكتر من 150 صور وفيديوهات لأطفال صغيرين، وبكده اتضافت 10 شهور زيادة على مدة الحكم بتاعته. وبعد بشهرين من القبض على كريس صاحب العمارة أخيرا طلعوا تماما إن هو بريء، وبكده تبقى خلصت قضية النهاردة. فينسنت ده شخص بوشين، شخص بيعمل حساب لكل حاجة هيقولها علشان شكله قدام الناس ايه، شخص عنده نرجسية رهيبة جدا، وكمان عنده يعني كمية كبيرة من الانحطاط الأخلاقي إن هو عايز يقنع قدام الناس كلها ان السبب هي جوانا، هي اللي دعتني، هي اللي عملت فيها كده. وده طب يا جماعه ده معناه انه احنا حتى الناس اللي واثقين فيهم ما تثقش فيه، اي حد من عيلتك ما تثقش فيه، لازم تخلي فيه حدود، نخلي عند اولادنا ونكلمهم ونوعيهم ان انت ما تثقش في اي حد، زي ما زمان كانوا اهلنا بيقولوا لنا ما تقعدش على حجر حد لو بابا او ماما، لو حد مثلا لمسك بالطريقه دي يكلمك بالاسلوب ده ما تثقش فيه، لان قد ايه الزمن اللي احنا فيه ده بيورينا انه مهما كان الشخص انت عارفه، مهما كان الشخص القريب منك، ممكن يبقى ابشع شخص تشوفه في حياتك. اتمنى من الله انه بجد يعني نحافظ على نفسنا
وما نتعرضش للمواقف والحاجات السيئة اللي احنا بنشوفها دي، وان احنا يبقى عندنا كمية الوعي الكبيرة والكاملة ان احنا نحافظ على نفسنا وعلى اهلنا وعلى اولادنا. اتمنى قضية النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.